عشاق الطواجن يجمعوا عندي هنا. وصفة النهاردة أو طاجن النهاردة من الطواجن المميزة جدا، طعم وريحة في منتهى الجمال، حاجة كده من الآخر. تعالوا بينا ندخل على وصفتنا النهاردة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة هنجيب حلة كده وهبدأ أحط فيها معلقة سمنة وهسيبها لحد ما تسخن كويس. بعد كده هتنزلي بكمية اللحمة بتاعتك. اللحمة بتاعتي فيها نسبة من الدهن ملبسة، يعني بمعنى أصح، علشان تدي للطاجن بتاعنا طعم حلو. هبدأ اللي أنا أشوح كده اللحمة بتاعتي ومش هقلبها لحد ما تغير لونها، وبعد كده أسيبها لحد ما تاخد معايا لون حلو وتشويحة حلوة. بعد كده هبدأ أنزل عليهم بعد ما تتشوح وتاخد اللون الحلو ده، هنزل عليهم ببصلاية متقطعة صغير، وهبدأ اللي انا اشوح البصلاية مع اللحمة، وشموا بقى الريحة اللي هتبدأ اللي هي تطلع معانا. بعد ما هشوح البصلاية كده هبدأ انزل بمعلقة توم مفروم، وهشوح برضو التوم مع اللحمة مع البصل كده. تمام. هبدأ انزل عليهم بقى بقرن فلفل حامي، هيودي الطاجن بتاعنا في حتة تانية خالص. لو انت ما بتحبيش الحامي تقدري اللي انت تحطي فلفل بارد، او تقدري تستغني عن الخطوة دي لو انت مش حباه، بس بجد بتفرق في الطعم جدا. بعد كده هنتبل اللحمة بتاعتنا: معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وقلبي بقى وشم الروايح الجامدة، وهسيبهم برضو يتشوحوا كده مع بعض كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم بعصير الطماطم المتصفي، واحط عليهم رشة من السكر. هقلب بقى كله مع بعضه كده وهسيبهم يغلوا مع بعض لحد اللحمة بتاعتي ما تبقى 3/4 سوا. بعد ما استوت معايا زي ما انتوا شايفين كده وصلت ل3/4 سوا، الربع اللي فاضل هيكمل مع البامية اللي احنا هنحطها. حطيت كده البامية بتاعتي، وبعد كده اديتهم تقليبة كده مع بعض كله يتخلط مع بعضه. وبعد كده هتحطي بقى الملح المظبوط بتاعك وتظبطيه، احنا ما حطيناش الملح في الاول. تمام. وهقلب كده، وبعد كده هبدأ اللي انا ازود شوية مية، والمية اللي تحطيها تكون مية سخنة علشان ما تقللش من عملية التسوية وتستوي معاكي على طول وتطلع معاكي ناجحة جدا. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض غلوتين بس كده، وبعد كده هجيب الطاجن بتاعي وهبدأ اللي انا احط فيه البامية مع اللحمة، وهندخله الفرن. لو انتي عايزة تكملي التسوية على البوتاجاز كمليها بالطريقة دي، لو انتي ما عندكيش طاجن او مش حابة تعملي فيه. بس بجد الطاجن بيبقى طعمه حاجة تانية خالص. حطيت الطاجن بتاعي كده في صينية علشان اللي انا اعرف اتحكم فيه. هدخله بقى الفرن لحد ما يكمل سواه وياخد كده لون حلو زي ما انتوا شايفين من على الوش، وهنبدأ اللي احنا نطلعه. بعد ما هنطلعه هنبدأ نعمل له طشة حلوة جدا. هحط كده معلقة سمنة وعليها معلقة توم مفروم، وهبدأ اللي انا اشوح التوم بتاعي لحد ما ياخد لون ذهبي كده او خفيف. قبل ما ياخد اللون اللي هو الذهبي هنبدأ نحط عليه معلقة من الكزبرة الناشفة، وهشوح الكزبرة مع التوم كده لحد ما ياخدوا لون حلو، وبعد كده نبدأ نطش على طول. بعد ما اخدت لون معايا نبدأ بقى نطش الطاجن بتاعنا كده، وشموا بقى الروايح الجامدة. هبدأ بقى اخد شوية كده من الصلصة وارجعها في الطاسة تاني وبعدين احطها. بجد بجد من احلى الطواجن اللي انت ممكن تعمليها، طعمه في منتهى الجمال. اللحمة مستوية ودايبة دوب، والبامية كمان مستوية وكمان مش مهرية ولا حاجة، حاجة كده من الاخر. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ جربوه بالطريقة دي، لو ما عملتوهوش قبل كده بنفس الطريقة هيعجبكم جدا. مش محتاج بس غير طبق رز او رغيف عيش. الف هنا يا رب لكل اللي هيجربه.